السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. الفيديو بتاع النهارده هنتكلم تحديدا عن المشاكل اللي بيقابلها فريق العمل في شغلنا اليومي او بتقابلها الشركات، ونشوف لو جينا نطبق الكونسيبت بتاع الديزاين توكنز هنقدر نحل المشاكل دي بقدر الامكان ولا لا. تمام؟ طيب خلونا نبدأ كده بشوية مشاكل بتحصل دايما كل يوم ما بين التيم. في فجوة كبيرة بتحصل ما بين الديزاينرز والديفلوبرز، الاتنين مش فاهمين بعض، الديزاينر مش فاهم كود والديفلوبر مش فاهم ديزاين، ومفيش لغة واحدة في النص مشتركة احنا نقدر نبقى احنا الاتنين فاهمينها ونقدر نكون متفقين عليها في شغلنا. تمام؟ احيانا الديزاينر بيعمل تصميم ما بينفعش يتحول لكود، واحيانا الديفلوبر ما بيقدرش ياخد البيانات الصح من التصميم علشان يقدر يطبق زيها بالظبط، وفي النهاية بيطلع عندنا منتج مختلف تماما عن الديزاين الاساسي. تمام؟ طيب من المشاكل برضو اللي بتحصل هي عملية تسليم الديزاين مانوالي. خلاص المانوال هاند اوف، انا بخلص التصميم بروح للديفلوبر اقعد معاه واقول له والله ده التصميم اللي خلص في 1 2 3 المفروض ان انت تعملهم، وكل ما بخلص صفحة في الديزاين بسلمها وهكذا، او كل ما بخلص مجموعة صفحات مثلا او فلو معينة بسلمها وهكذا. وبرضو لما باجي اعدل، تخيل ان احنا دلوقتي في مرحلة التعديلات او انا خدت قرار وغيرت في الديزاين، فلازم اروح للديفلوبر مانوالي كده واقول له دي الحاجات اللي اتغيرت، ده مثلا درجة اللون القديمة ودي درجة اللون الجديدة وهكذا. خلاص؟ وده بيؤدي الى ان انا كده بقى عندنا تاسكات صغيره مكرره. خلاص كل ما بعدل بروح اسلم للديفلوبر، وكل ما بخلص تصميم جديد بروح اسلم للديفلوبر، ففي تاسكات صغيره بيتم اعادتها وتكرارها بشكل مستمر، وفي النهاية ما بنقدرش نعرف نعمل تراكنج للفاينل ديزاين. بقى في سكرينز كتير وبقى في نسخ كتير وبقى في اكتر من فيرجن، فاحنا بقينا مش عارفين فين الفاينل ديزاين، مش عارفين نتراك التشينجز اللي حصلت دي والتغييرات اللي عملناها، فين اخر تعديل، وهل التعديل ده اتطبق على كل الصفحات ولا الديزاينر نسى يحطه في شوية صفحات وهكذا. كل ده طبعا بيترتب عليه ان احنا محتاجين نعدل في البروجكت بايدينا. وتخيل كده لو احنا عندنا البروجكت ده له اكتر من بلاتفورم، ماشي، له مثلا ويب سايت وله موبايل ابلكيشن للاي او اس وواحد كمان للاندرويد. خلاص؟ ففي النهايه بتلاقي ان الثيم او الستايل او الشكل النهائي مختلف بشكل كبير عن كل نسخه من النسخ بتاعنا دي، او مختلف في كل بلاتفورم من البلاتفورمز اللي عندنا. خلاص؟ فما فيش اي كونسيستنسي ولا تناسق، ما فيش اي براندنج واضحه او براندنج ايدنتيتي واضحه. خلاص؟ وبالتالي ده بيترتب عليه مشكله كبيره جدا، ان البروسيس بتاع الديفلوبمنت بتبقى كبيره وبنطول وبنتاخر، والمفروض نكون سلمنا البروجكت 8 شهر ولسه قاعدين بنعمل تعديلات. خلاص؟ دي بعض المشاكل الدارجه او المتكرره او المتعارف عليها في ما بين فريق العمل كل يوم في شغلنا. خلاص؟ طيب تعال نشوف ده بيترتب عليه تأثير على الشركة ازاي. في النهاية الشركة ما عندهاش ايدنتيتي موحدة لكل البلاتفورمز بتاعها او كل البرودكتس بتاعها. خلاص؟ طبعا عملية ان احنا نخلص البروجكت بتبقى بطيئة، وان احنا نعمل ديفلوبمنت للبروجكت بتبقى بطيئة. خلاص؟ طبعا بتاخر على بال ما بطلع بالبرودكت بتاعي للماركت واسلمه للاند يوزر. خلاص؟ وده طبعا بيترتب عليه انه بيكلف الشركه فلوس. خلاص؟ كل ما الوقت بيتاخر كل ما الشركه بتتكلف فلوس اكتر. خلاص؟ طبعا خلينا نقول كمان ان احنا طلعنا البروجكت خلاص للنور وعملنا ببلش واليوزرز بقى بيستخدموا البرودكت بتاعنا، ولكن دلوقتي بقى في ماركت تشينجز، بقى في ستايل جديد، بقى في نوع جديد من اليو اي، او بقى في مناسبة جديدة زي مثلا رمضان، فانا مش قادر اواكب التحديثات اللي بتحصل في الماركت او التحديثات اللي بتحصل كترند مثلا او كموسم معين مثلا. انا مش قادر اواكب ده، لاني لو جيت اطبق ده عندي في البروجكت هياخد وقت. على سبيل المثال الدارك مود بقى هو الترند دلوقتي وبقى هو الافضل، وبقت الناس او اليوزرز بيفضلوا الدارك مود بشكل اكتر من اللايت مود. فانا علشان ارجع للفريق عندي واقول له احنا عايزين نعمل دارك مود، ده هيترتب عليه ان انا ممكن اعمل ديزاين جديد، والديزاين ده لازم هيتحول لكود، وكل ديفلوبر هيحاول يشوف ايه التغييرات اللي حصلت في ناحيه الالوان ما بين اللايت والدارك ويحطها عنده، وبعد كده التستر يشوف فين الاختلافات ما بين النتيجه اللي طلعت من الديفلوبمنت والنتيجه اللي كانت طالعه من الديزاين ويقارن ما بينهم ونقعد نعمل تعديلات. الشركه في الحاله دي ما بتقدرش تواكب كل التغييرات اللي بتحصل حواليها. تمام؟ وبالتالي ده بيترتب عليه ان الشركه ما بتقدرش تنمو بشكل كويس، او ما بتقدرش تعمل سكيلينج وتكبر وتنتشر في الماركت بشكل كويس. طيب لو احنا جينا نطبق
كونسبت الديزاين توكنز عندنا في البروجكت. ايه المميزات او البنفيتس والفوائد اللي هتعود علينا كفريق عمل وهتعود علينا كشركه؟ اول حاجه كفريق عمل ان احنا كده بقى عندنا وان سورس اوف تروث. يعني ايه؟ يعني بقى في مكان واحد هو الريفرنس بتاعنا وهو المصدر بتاعنا، وليكن الوان سورس اوف تروث هو التوكنز اللي عندي. انا كل ما بعدل فيها اوتوماتيك بترفلكت في الديزاين واوتوماتيك بترفلكت في الديفلوبمنت، ففي هنا وان سورس اوف تروث. وطبعا لو الديزاينرز والديفلوبرز فهموا الكونسبت والبروسيس بتاع الديزاين توكنز، فهنا كده احنا بقى عندنا لغه موحده متعارف عليها. تمام، احنا كلنا بقينا على نفس مستوى من الفهم. محتاجين الكود بتاعنا اللي هيطلع من التوكنز مثلا مواصفاته ايه، شكله ايه، مكتوب ازاي، بيتنظم ازاي، معمل له دوكيومنتيشن ازاي، وبالتالي ده سهل على الديزاينرز يفهموه وسهل على الديفلوبرز يفهموه وسهل على اي حد جديد في التيم يخش التيم سواء كان ديزاينر او ديفلوبر. تمام، وبالتالي بقى هنا في ايه؟ لغه موحده. وبناء عليه المانوال هاند اوف او المانوال بروسيس اللي كانت بتحصل لما انا بخلص ديزاين او لما بخلص شويه تعديلات، مش هيبقى عندنا هنا اي مانوال هاند اوف خلاص، والتعديلات هتطلع من فيجما تتحول لكود، والكود يتحول لكل لغات البرمجه على حسب البلاتفورم بتاعنا، وبالتالي يرفلكت في البرودكت النهائي اللي بيوصل لليوزر. فما فيش اي مانوال هاند اوف، وبالتالي كده بقت التاسكات عندنا شبه اوتوماتيك او فولي اوتوميتد بروسيس، فسهل ان احنا نطلع حاجه بسرعه. خلاص، ده هيترتب ايه كمان؟ مش بس هيترتب عليه ان احنا هنعمل ديفلوبمنت بشكل اسرع، لا انت كده كمان هتحافظ على الكونسيستنسي بتاع البراندنج بتاعك، فالبراندنج بتاعك هيبقى موحد على كل البلاتفورمز، لان دلوقتي مش هينفع ان كل ديفلوبر يروح على فيجما يشوف درجه اللون الجديده ايه ويروح يابديتها عنده في البروجكت بتاعه. كل ده هيطلع اوتوماتيك، انت هتاخد القرار على فيجما ان الزرار بتاعنا باللون ده، فاوتوماتيك التوكن دي هتقوم متحوله لكود مثلا للاي او اس وكود للاندرويد وكود للويب، وبالتالي مش هيبقى عندنا اي فرصه ان انت تلاقي فيه درجات الوان مختلفه ومش هيبقى عندنا انكونسيستنسي. خلاص، طيب ده من ناحيه فريق العمل. تعال نبص كده من ناحيه الشركه، ايه الفوائد اللي هتعود على الشركه؟ خلاص، طيب اول حاجه هيبقى في كلير ايدنتيتي للشركه كلها. خلاص، فكل البرودكتس بتاعنا كل البلاتفورمز بتاعنا هيبقى نفس الايدنتيتي، مفيش اي اختلافات. طبعا هنقدر نخلص البروجكت بشكل اسرع، فبالتالي هناخد وقت اقل ان احنا نطلع للماركت. والشركات من اهم الحاجات اللي بتحاول تحققها ان هي تطلع للماركت بشكل سريع عشان تتست البرودكت ده في الماركت لو برودكت جديد، او علشان تحل مشاكل او تساعد اليوزر ان يبقى عنده يوزر اكسبيرينس افضل. خدت بالك؟ وبالتالي لو الفريق هنا بقى دلوقتي بيستخدم بروسيس شبه اوتوماتيك ووفر وقت في ان هو يقعد يعيد ويكرر في تاسكات كتير ذات قيمه قليله، خلاص، وبقى العمليه دي بتمشي بشكل اوتوماتيك على قد ما نقدر، فبالتالي احنا هنوفر في الوقت، وده هيرفلكت على الشركه في توفير الفلوس. وبناء برضو على البروسيس ان هي بتمشي اوتوماتيك، فالشركه دلوقتي هتقدر ان هي تواكب التحديثات او التغييرات اللي بتحصل في الماركت وبتواكب الترند، فتقدر بسهوله ان هي تقول انا هامبلمنت الدارك مود او هامبلمنت كلر مود تاني مثلا زي الهاي كونتراست، وممكن تقول انا ممكن دلوقتي اعمل ثيم جديد لرمضان، لان في الاخر ده مثلا بيرفلكت على شويه تغييرات في اليو اي، فالديزاينر مجرد ما غير شويه الوان وشويه ايكونز وشويه مسافات والحاجات دي، فبالتالي كل ده الديفلوبرز مش محتاجين يعملوا له امبلمنت مانوالي، هيتحول لكود اوتوماتيك. فهقدر هنا الشركه ان هي تواكب كل التغييرات اللي بتحصل حواليها. من اهم الفوائد اللي بتعود على الشركه ان الشركه هتقدر تستغل وتستخدم الموظفين اللي عندها الاستخدام الامثل، فبدل ما كنا بنضيع وقت كتير في تاسكات قيمتها قليله ومتكرره وبتاخد وقت كتير، انا هستخدم التيم دلوقتي في ان هو ممكن يبني فيتشر جديده، ممكن يبني مديول جديد، ممكن يطلع ببرودكت جديد، ممكن يفكر يركز على اليوزر اكتر ويدرس اليوزر اكتر وهكذا، وبالتالي هيبقى عندنا يوزر اكسبيرينس كويسه فعلا اليوزر يكون مبسوط منها. وبناء عليه الشركه تقدر تنمو بشكل اسرع وبشكل افضل، تقدر ان هي تكبر وتعمل سكيل وتارجت ماركت تاني او تارجت جروب اوف يوزرز ثانيين او تبني فيتشرز جديده. هيبقى الموضوع ساعتها كسكيلابيلتي افضل بكتير. طبعا ده كله كلام نظري وصعب ان هو يتنفذ، وده هيترتب عليه حاجات كتير. يعني هنعرف بالتفصيل في الكورس ايه التحديات مثلا اللي ممكن تقابلك عشان تبدا تطبق نظام الديزاين توكنز. الموضوع مش سهل والموضوع فيه شويه تحديات، فهنعرف طبعا الكلام ده بالتفصيل. ده كان الفيديو بتاع النهارده، اتمنى ان هو يكون سهل وبسيط وعجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.